كان في مساحات كبيره قدام حسام حسن ان هو يختار. نعم. بينما تشكيل حرس الحدود لم يكن عند طارق العشري الكثير من البدلاء، وانما كان عنده يعني اوراق محدده قدر يستغلها ويستثمرها في حدود الوضع اللي هو موجود فيه. تشكيل حسام حسن في البدايه يعني هو حب يكشر عن انيابه منذ البدايه، فحط القوه الضربه كلها. يعني لما يحط عمرو زكي وجنبيه كونيه وبعدين وراهم شيكابالا وحسين ياسر محمدي، يعني انا شايف ان هم 4 فراوده، ما هماش يعني ناس بتميل للواجبات الدفاعيه، خصوصا شيكابالا وحسين ياسر، وان كان طبعا الاثنين حاولوا يأدوا هذا الدور الدفاعي في فترات كتيره يعني. نعم. تحمل العبء بشكل كبير جدا ابراهيم صلاح، ويعني يمكن عاشور الادهم يعني بدايته انا ما حسيتش بيه قوي، يعني يمكن طبعا الخضه في بدايه ماتش كبير. طبعا انا بحيي جدا عبد الواحد السيد النهارده لانه كان احد نجوم المباراه وعمل جيم هايل. فانا شايف ان حسام حسن كان ممكن يبدا كده مفيش مشكله، لكن تغييراته كان لازم تكون احسن من كده. يعني انا ببدا مهاجم عشان احقق هدف ومكسب، حصلت صدمه بهدف من ضربه جزاء، يعني عكس ما كانت في حساباته. نعم. طبعا دي كانت فرصه ثانيه كان ممكن تعمل مشكله. بعد الهدف الاولاني. لكن انا كنت شايف انه تغييرات حسام حسن كان ممكن تكون اكتر جدوى لو تعامل معاها بشكل افضل بعد ما تقدم بهدفين. يعني انا طبعا دي وجهه نظره، لكن انا كنت شايف ان هو في اخر 10 دقائق كان لازم يهتم بتامين الجانب الدفاعي، خصوصا انه كان واضح من خلال سير المباراه كلها ان هناك خلل دفاعي. بالظبط. يعني دفاع الزمالك لم يوجد فيه غير محمود فتح الله وعبد الشافي، وعمرو الصفت لسه يعني هو مقاتل جيد. نعم. احمد غانم يعني حتى ضربه الجزاء كانت سبب منه، يعني ما تعاملش معاه فتردد، فابراهيم صلاح اضطر يعمل هذا اللي عمله، اذا كان طبعا قرار الحكم صحيح. ثم كانت الثغره من الناحيه اليمين للزمالك، يعني فيها احمد عبد الملك بيروح في اليمين شويه يلاقي نفسه بيجي في الشمال شويه بيواجه بعد المقاومه، لكن طبعا ان هدف جميل لكونيه. انا بشوف ان تغييرات حسام حسن وان كان بعضها اضطراري زي ما قال عمرو زكي انه عايز يتغير، لكن كان يجب ان هو في اخر 10 دقائق بعد ما تقدم فورا يبدا في ان هو يامن دفاعاته بالشكل الذي يراه. بس اللقطه غريبه قوي، ارجع لنا كده يا محمد شويه نشوف من الزاويه الخلفيه دي ان في 6 من لعيبه الحرس ولوحده ابو كونيه ما حدش قرب له اطلاقا. يعني في اللقطه ما تشوف الاستاذ فتحي تجد حاجه غريبه قوي، كان هم كلهم بيوسعوا له علشان يعمل الباكورد دي ويحط الهدف. لقطه غريبه جدا جدا. ورينا كده يا محمد نشوفها برده مع بعض. بص ازاي طبعا من هنا مش هتبان قوي، لكن كملها ونشوفها مع بعض. طبعا من هنا مش واضحه قوي. هم لما رجع المدافعين حبوا يرجعوا عشان اوفسايد، عشان يكشفوا التسلل، لكن لما تشوفها بقى من الكاميرا العكسيه هتلاقيها غريبه شويه. بص خلي بالك، بص ادي كام واحد احمر، ادي 3 و3 6 جوه المنطقه ظهرهم لينا هم، مقابل 3 ابيض. كمل بقى كده يا محمد هتلاقي كلهم وسعوا. بص كله وسع عشان هو فتحوا له عشان يلعب هو كامل، لو كانوا رايحين يتفرجوا عليه. يعني ممكن برضه تحط لي عنوان حلو لو انت عايز تحط لي عنوان حلو. ايه؟ وسع يا جدع. الله ينور. يعني هي فعلا او فرجني يا جدع. يعني كله بيرجع عشان يتفرجوا عليه. فهو بيحصل حاجات جوه الملعب طبعا، يعني زي ما احنا بنشوفه بنحلل اخطاء الحكام. يعني انا فعلا برضه عايز يعني ارجع معلش احيي برضه حمدي شعبان انه فعلا يعني عمل جيم هايل، رغم انه يعني كان في بعض الحاجات اللي في الملعب، لكن بالتاكيد طبعا التفصيص الزياده قوي ده يعني لا يقل اطلاقا، بالعكس انا شايف بدايه الحكام كويسه جدا جدا يعني. نعم. فانا شايف في المقابل بقى يمكن تغييرات طارق العشري يمكن كانت في المضمون يعني، وفي حدود اللي بقول لحضرتك عليه انه عنده اصابات كتير وعنده غيابات كتير. يمكن حتى يمكن لما اللاعب بينزل وبيجيب جون مش معناته ان المدرب يعني كان موفق، لا يعني، لكن اداء الحرس تحسن من الناحيه الهجوميه وشدد هجومه بعد ما اصيب مرماه بهدف، وكان عنده الرغبه ان هو
يصعد هذا الجانب الهجومي. في المقابل استمرت برضو الاخطاء الدفاعيه الساذجه للزمالك، يعني حتى جول التعادل حاجه، اللاعب اللي استلم لما هنشوف الجول دلوقتي ايوه ورفع الكوره برضو كان بيقولوا يعني زي ما بيقولوا ايه، وسع، والراجل كان محدش بيضغط عليه خالص. نعم. لما هيجيبها لنا محمد نصر وراح لاعب الكوره، ودي برضو حلوه من فتح الله قوي الحقيقه يعني قوي. يعني مسدد ومحدد هدفه يعني. وجي جون التعادل، وجي برضو من توهان دفاعي ومن عدم تمركز مظبوط، ومن في حته غايب عنها المدافعين كلهم. برضو لو شفناه اتلموا في حته وسابوا ميدو في حته عشان يجيب الجون. بالظبط. بيبقى في نوع من التوهان شويه يعني. صحيح. يعني بص هقول لك على حاجه. اهو. لا دي قذيفه احمد عيد، قذيفه صاروخيه. شاطر عبد الواحد، تألق رائع، تألق رائع جدا يعني. طبعا اختياركم لاحمد عيد عبد الملك رجل المباراه اختيار موفق فعلا، لانه مش عايز ابالغ واقول انه كان بيلاعب دفاع الزمالك لوحده الحقيقه. صحيح. يعني صحيح. كان في ناس بتساعده وبتسنده، لكن بالتاكيد هو كان محور الاداء. محور الاداء ده الجول، ده الجول. بص ايوه لوحده مفيش مشكله، يرفع الراجل لوحده. فين احمد غانم؟ فين التغطيه؟ مفيش. يعني انتوا اتكلمتوا في مساله انه انت بتلعب جيم صعب وتقدمت وفاضل 10 دقائق، لابد ان تتعامل مع المباراه بشكل مختلف. لم يتعامل حسام حسن بالشكل اللي كان يسمح ليه ان هو يكسب 3 نقط، حتى لو كان بيلعب بطريقه دفاع بحت. نعم. في اخر 10 دقائق، خصوصا ان دي تجارب سابقه قبل كده. تجارب سابقه الزمالك بيصاب مرماه باهداف في الدقائق الاخيره. فانت بتلعب عشان تكسب 3 نقط. والتغطيه العكسيه مش موجوده برضه يا استاذ فتحي. ما انا بقول لك اهو. يعني شوف التغطيه العكسيه، فين الباك؟ فين الباك اللي ضمم لجوه؟ فين احمد غانم اللي ضم لجوه في الكوره اللي زي دي؟ يعني حتى يعني انا شايف لا، يعني حتى علاء علي لما نزل ما اضافش. لما نزل صبري رحيل ما اضافش. لما خرج عمرو زكي وخرج شيكابالا وخرج حسين ياسر، التغييرات الثلاثه للزمالك لم تضف شيئا على الاطلاق، وبالتالي كان امر طبيعي انه الثغرات تستمر في الدفاع في الوقت اللي كان ينبغي عليه ان هو يلم الدفاع عشان يكسب. لكن هي في رايي الفرقتين قدموا مباراه قويه جدا. الفرقتين عملوا اللي عليهم. النتيجه يعني اعتقد ان هي وان كانت لم ترضي الزمالك وجماهيره، ولكنها ارضت الناس اللي شافت ان الفرقتين عملوا اللي عليهم على الاقل. صحيح. وتتفق يا استاذ فتحي ان برضه الزمالك له شكل وكيان. يعني هو طبعا ليه شكل وكيان، ولكن ما يزال برضه محتاج بعض التفاهم الاكثر. لسه الشكل التنسيقي الجمالي المتناسق في بناء هجمه او في التصدي الهجمه لسه محتاجه شغل، لانه دفاع الزمالك بص فرقه الزمالك مايله. يعني ممكن يكون الفراوده والنص فيهم فعاليه شويه، لكن الدفاع محتاج الى تدعيم تظبيط في المراكز، يعني تظبيط في المراكز. طيب خلينا ناخد بعض الرسائل.